اللي جبتهم في الاخبار اصدقاء. وليبرالي ايضا. لا هو يعني لا اصل الليبراليه مذهب فلسفي او فكري طبعا. يعني واحد ليبرالي واحد الليبراليه هي الحريه زي الاسم كده. يعني انت انا معروف مثلا احيانا يقول لك اسلام وفي ناس تزعل من كلمه اسلامي دي. هو اقول لهم والله ممكن اسلامي يبقى مسيحي اسلامي برضه، عنده مشروع الامه. دي وجهه نظره، لكن هو الغالب ان لا يوجد منصب لنائب الرئيس في الدستور الجديد. نعم. وربما يكون مقبولا، يعني مقبولا ما قاله محمد البلتاجي، الدكتور محمد البلتاجي، في ان المستشار محمود مكي يعني مع الوضع الجديد للدستور لن يكون له مكان فانسحب. انا سمعت انه هيبقى مساعد الرئيس وليس نائبا نائبا عاما يعني. طيب، في خبر عن عمليات حزب العمل، ناخبون يطردون السفيرة الأمريكية بالهرم وصفت اللبن. الخبر بيقول: قالت غرفة عمليات حزب العمل الجديد أن ناخبون طردوا السفيرة الأمريكية آن باترسون أثناء تفقدها لجان الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد من مدارس منشأة البكاري ومحمد سلامة الإعدادي بالهرم، وكذلك أم المؤمنين الثانوية بصفت اللبن. طب هي رايحة ليه؟ مش عارف، أنا بسأل حضرتك. طب هي سفيرة رايحة ليه؟ ما دخلها هي في استفتاءات الدستور المصري؟ لا بس هو حتى المثير في السفيرة الأمريكية اللي هي السفيرة اللي هي صانعة الأزمات يعني، أو في منطقة أزمات أو شيء من هذا القبيل، إنها بتروح لمناطق معينة. يعني مثلا شفتها النهارده المناطق الشعبية، في المناطق المرة اللي فاتت راحت السيدة زينب وبسرعة عند الناس اللي هم ما عندهمش وعي كافي، يعني ناس مثلا ريفيين أو ناس مثلا كذا ما عندهمش ثقافة كافية يقدروا يقولوا لها يعني ما دخلك يعني مثلا انت في دستورنا، احنا نصنع دستورنا بأنفسنا. ذلك تدخلا غير مقبول او ازيد مما يجب او مما يستحق، لان ليس لها صفه علشان تروح تدخل لجنه او تشوف او شيء من هذا القبيل. يعني طبعا بالاضافه للناس معبأه بشعور يعني بالوطنيه المصريه. هذه الوطنيه المصريه بتجعلها دائما بترى يعني فيها موقف حذر او موقف ربما يكون معادي حتى لما تعتبروه نفوذا زائدا في مصر لامريكا. يعني من ناحيه مثلا يعني في منطقه الشرق الاوسط اكبر عدد من الموظفين في السفاره عانينا كثيرا من التدخل الصهيوني العالمي في احوالنا الداخليه. وجود السفيره يعتبره المصريون كانه نوع من التدخل الذي تأباه القيم الوطنيه المصريه. فمن هذا القبيل ربما يكونوا قالوا لها بلاش تدخلي او لم يسمحوا لها بالدخول. طيب، في عجاله لان الوقت داهمنا، يعني هل من الممكن انه يحدث توافق على افندم استاذه زينب، يعني هل من المنطقي ان يحدث توافق، يعني اذا جاءت النسبه متقاربه، هل يمكن ان نقبل هذا الدستور، وهل يمكن يعني ان نمضي به الى الامام في ظل وجود نسبه مثلا مرتفعه قالت وصوتت بلا، ونسبة مقاربة أو أعلى منها مثلا قليلا قالت نعم؟ هل يمكن أن نبني على هذا؟ الدستور الفرنسي استقر على 53%. لما لا يعني ان احنا نبني مؤسسات بقى، ولو لينا اي تعليقات بعد كده عن طريق السلطه التشريعيه انه نصلح الهنات لو كان في هنات، انه مثلا في قصور في حق المراه، انا شخصيا كامراه هاخد حقي من بق السبع يعني. فهم كامراه في الدستور الحالي يعني بس على فكره هو شال ماده فيها المساواه ما بين الرجل والمراه من دستور 71. ما هي دي مش صح. طيب هتاخديه من بق السبع؟ لا، ما هو ده كله بيتعدل بعد كده عن طريق السلطه التشريعيه. المهم نبني بقى مؤسساتنا والبلد تقف على رجليها، لانه في فعلا انا مؤمنه بنظريه المؤامره ايمانا كليا وجزئيا. يا جماعه الناس اللي طلعوا من المستشار عبد المعز مشاهم دول ايه؟ مش كانوا جواسيس في قلب الثوره؟ الناس اللي كانوا بيطلعوا فوق سطوحه، انا كنت في الثوره 18 يوم ورصاصه كانت بتدخل ما بين دراعي وجسمي تموت اللي ورايا يعني. كنت انا كنت طبعا انا في الثوره، ومن قبل الثوره، واتحبست ايام العراق، اتقبض عليا، وحبيبي العدلي كان مضطهد لي. ايام العراق يعني ايه؟ لا، حبيبي العدلي كان مضطهد لي ودمر لي ابني ضابط الشرطه، لاني كنت معارضه للنظام السابق بشده وبشراسه، وكانوا بيعتموا عليا كشاعره ازعم ان انا
شاعره مبدعه وعندي دواوين كتير. طبعا احنا يسعدنا عندما ينتهي التوتر السياسي هنا احنا نستمتع الله يخليك. ولكن احنا فعلا بنعاني في مؤامره ضد مصر، لان مصر هي قلب الامه العربيه، وعندما تسقط مصر سيسقط العالم العربي كله. مؤامره صهيونيه، الصهيونيه العالميه، عايزين طبعا مصر تقع. ما هو لما مصر تقع تتبدل من رئيس لرئيس. لو اسقطنا الدكتور مرسي النهارده ما فيش رئيس هيقعد 5 ايام بعده، وهتفضل بقى البلد من رئيس لرئيس لرئيس لحد ما تسقط زي العراق. اهل العراق دلوقتي اللي جم على الدبابات ودخلوا منع اهل العراق اللي كانوا جايين على الدبابات معارضه، اللي كانوا بره يعني اللي كانوا مهاجرين، وجم دلوقتي بيحلفوا بحياه صدام وبيقولوا بيعيطوا بدل الدموع دم على بلدهم اللي اتخذت منها. انا كنت بروح في مربد العراق وبشوفهم في جاليات مثقفه كبيره جدا وناس متعلمين ومحترمين، والعراق العريقه بحضارتها. الحضاره العراقيه كلها وقعت، وحضاره بابل، وسقطت العراق بخيانه. فاحنا لازم ننتبه. العدو لما بيقول لك ده انت عندكم عقده الاضطهاد، ده انتوا مش عارف ايه، علشان انت تقول لا 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 ده ما فيش مؤامره ولا حاجه. لا، ده في مؤامره بعد اذنك، في مؤامره على مصر، ان مصر هي قلب الامه العربيه. ولو سقطت مصر ستسقط الامه العربيه. ويا ريت الامم العربيه يبقى في توحد بين الامه العربيه وبعضهم البعض حتى نصبح قوه. لما نصبح قوة هيخاف منا العدو اللي بيتحرش بينا كل يوم والتاني وعايز يستولي على ثروتنا، وتدخل بقى الشركات متعددة الجنسيات بقى تعمل شركات يهدم. هي الدول المحتلة كده تهدم وتبني بقى على أساسها، ونبقى عبيد احنا عندهم، وتبني هي من جديد بقى ونبقى احنا عبيد عندهم. طيب طبعا نتمنى أنا بس كنت عايز أقول بالنسبة للجزء الأخير ده إن نتائج التصويت نعم في الاستفتاء سواء في الجولة الأولى أو في الثانية دي رسالة سواء للحكم أو للمعارضة. للحكم بمعنى إن لابد أن يؤخذ في الاعتبار أصوات الإيه؟ أصوات المعارضين. أنا عندي 43% في الجولة الأولى. يؤخذ إزاي يا فندم؟ ما يؤخذ ازاي؟ خلاص تم التصويت وهيقرر الدستور. هم ليهم اعتراضات على مواد. هقول لك ازاي كيف يؤخذ انت حضرتك الوقت اي ازمه سياسيه اما بنيجي ندرس الازمه السياسيه، هذه الازمه السياسيه لابد ان تحل. السياسه لا تعرف الموقف الايديولوجي الصارم، انما هينتقل. ربما نجد في التحالفات البرلمانيه القادمه تحالف مثلا بين حمدين وبين الاخوان المسلمين، او تحالف بين السلفيين وبين التيار الليبرالي اخر. يعني انا اقصد ان اقول ان إذا كان هناك تحفظات على عدد من المواد تقدم هذه المواد ويتقعد الناس تقعد مع بعض. لازم السياسة تعطي أمل للناس. لازم السياسة تعطي أمل. طيب احنا تعطي معنى للناس. نتمنى إذا زي ما فقدنا الأمل إذا فقدت السياسة معناها فمعنى ذلك إن احنا بنقول للناس يعني. وأنا لاحظت النهاردة بصراحة للحق يعني في الحقيقة إن الناس بس أكمل دقيقة إن حضرتك الناس في الصعيد النهاردة كانوا أكثر تفاؤلا من نخبتهم وكانوا يسبقونهم بعدة خطوات. نتمنى التفاؤل ده يسود ومصر تخرج من هذه الأزمة. إن شاء الله مصر على رباط ولن تسقط إن شاء الله. الشاعرة والصحفية الأستاذة زينب أبو النجا بشكرك. دكتور كمال حبيب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بشكر حضرتك. إلى اللقاء، ويعني غدا إن شاء الله الموجز معكم. Bye.